بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستكمل حديثنا عن مصطلحات في التاريخ والآثار. هالة أو حلقة من النور هي دائرة من نور تحيط برأس الشخصية المرموقة تمييزا لها وتعظيما أو تقديرا، وقد شاع استخدام ذلك في صور المخطوطات العربية والإسلامية وعلى الزخرف والمواد الأخرى. أو هي ضوء مدور يرسم حول رؤوس ذوي المكانة في بعض المناظر المسيحية وعند بعض الطوائف الإسلامية. هانم هو لقب تعظيم للسيدات. هاوي هو ممارس غير محترف فن ما. الهرابذة هم عبدة النيران، وأحدهما هربز، هذا قول الخوارزمي. ونقول الهرابذة هم سدنات بيوت النار، وكبيرهم هو هربزان أو هربز، وهو يلي الموبدان الموبد، كبير الموابدة في المرتبة. هرب أو الفوجة هو هرب من الحاضر إلى الماضي وعصوره الذهبية، ويتمثل في الكتابة التاريخية عند الإفراط في تزيين الماضي وعرضه عرضا مثاليا خاليا من عيوب الحاضر. الهرم هو الاضمحلال والأفول، وهو مرض يصيب الدول، ويراه ابن خلدون طبيعيا لا يمكن دواؤه أو ارتفاعه، أي لا يمكن مداواته أو إزالته. هرموبوليس هو اسم أطلقه الإغريق على مدينة الأشمونين، وهي منطقة أثرية هامة بمصر الوسطى بمحافظة المنيا قرب مدينة ملاوي. الهكسوس هم غزاة رعاة من آسيا الصغرى، حكموا مصر وأسسوا الأسرتين الخامسة عشر والسادسة عشر من 1603 ميلاديا إلى 1567 قبل الميلاد. واستطاع أحمس طردهم من مصر في نهاية الأسرة السابعة عشر حوالي عام 1567 قبل الميلاد. هلالية هي زينة تقام عند حلول هلال رمضان بصفة خاصة، حيث تنار قناديل المآذن. همايون هي كلمة فارسية بمعنى ملكي أو إمبراطوري. هوكشان هم الصائحون باسم الله من دراويش البكتشية في جيش الإنكشارية العثماني. الهياطلة جيل من الناس كانت لهم شوكة، وكانت لهم بلاد طخرستان وأطراق خلج وكانجينا من بقاياهم، وكان بينهم وبين ملوك الساسانيين حروب طويلة، وهم الذين لجأ إليهم الملك قاباد أنشروان فأعادوه إلى العرش إبان فتنة مزدك. هيراتيقي هو مصطلح إغريقي أطلقه الغربيون على نوع من الخط السريع يختصر من الإشارات والرموز الهيروغليفية، يكتب على قراطيس البردي أو اللخاف والخشب والقماش. الهيروغليفي هو مصطلح إغريقي معناه النقش المقدس، أطلقه الإغريق القدماء على الكتابة المصرية القديمة المدونة على قبور المصريين القدماء ومعابدهم وغير ذلك من تراثهم. عفوا، حصل خطأ. عام 1603 قبل الميلاد في مصطلح الهكسوس، وعندما أسسوا الأسرتين الخامسة عشر والسادسة عشر من 1603 قبل الميلاد إلى 1567 قبل الميلاد. وإلى اللقاء، والحديث بقية بإذن الله. شكرا.